اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو كده. يوم ده كان فيديو يوم الجمعه. الغدا ده كنا عاملين يوم الجمعه، بس معلش الفيديو نزل متاخر شويه. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللايك ما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم، علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. يعني بيكون في فيديو 500 و600 وألاقي عليه 10 لايكات 15 لايك، فهو اللايك بس بينشر الفيديو وبينشره في اليوتيوب يعني. فنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد. الاول كده معانا الكرومبه حطيناها اتسلقت، وكان عندي خس، ورق خس هحط تحت المروحه ينشف يدبل علشان نحشيه. وكان معايا هنا جبنه. اللبن ده كنت مروباه، يعني كان جزازه لبن بجري وروبتها في الطاجن زي ما انتم شايفين كده. كنت سخنت الطاجن ودفيت اللبن بس فاتر كده زي دم العين، وقعد معايا يومين علشان الجو برد. وكمان اللبن البجري يعني بياخد وقت شوية على ما بروق. فحطيتهم في الحصيرة زي ما انتم شايفينهم كده نعمل شوية جبنة. وصراحة انا كنت عايزة اعملهم شوية جرس طرية بقشطتهم بخيرهم بحالهم كده. بس هم قالوا اعملوها جبنة، وندمت صراحة ان انا مش ان انا سمعت كلامهم وعملتهم جبنة. فهنشوف في اخر الفيديو عملوا معانا جبنة ايه، وكانت الجبنة عاملة ايه. بصوا هنا معايا جبت 4 بصلات حلوين كده للمحشي بتاعنا. طبعا انتوا عارفين المحشي بيحب البصل. وخدت سمنة وزيت وهنشوح البصل، وبعد كده هنفرم الطماطم. بندبل البصل، انا مش بحمر البصلة يعني للمحشي. هنعمل شفشق طماطم كده حلو علشان المحشي بتاعنا يكون احمر وحلو. واللهم صل على سيدنا محمد. هنفرم الطماطم. انا كنت سلقت الكرنبة وقطعتها ورصيتها وخرطت الخضار. نقعته الاول وغسلته كويس، وبعد كده خرطت الخضار وجهزته. وكنت مجهزة كل حاجة معايا كده. وانا بعمل معايا قرنين فلفل من الحامي ده كده. الفلفل ده حراق، هنقطعهم على البصلة مكانهم، مخلين المحشي بصوا مشطشط وطعمه كده تحفة. وكمان هنسويه، هتشوفوا هنسويه فين، وهنضيف له اضافة ايه كمان في الشوربة هتخلي طعم المحشي وريحته معانا خطيرة. بصوا انا شوحت الفلفلايه شوية، وبعد كده رشة من كمون وكزبرة وفلفل الاسمر، نص معلقة صغيرة بس كده هتاخد تشويحة مع البصلة. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم، وهضيف لها الملح وهسيبها تتسبك. مش هضيف توابل تاني دلوقتي خالص، هنسيبها بس تتسبك كده بالملح وخلاص على كده. وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وحطوا اللايك. ما تنسوش تحطوا اللايك وانتوا بتتفرجوا كده على الفيديو. اول ما تفتحوا كده الفيديو حطوا اللايك على طول. بصوا بعد كده سبتها تتسبك معايا. هنا معلقتين كبار كده من القشطة. انا ما كانش عندي سمنة بلدي، فاستبدلتها بمعلقتين من القشطة في الطاسة بعد ما سخنت. زي ما انتم شايفينها كده، كانت لازم تكون الطاسة سخنة. واللهم صل على سيدنا محمد. معايا كام شريحة كده من اللحمة وانا بقطعها. قطعتها شرايح كده عند الجزار، شرايح يعني متوسطة، مش رقيقة ومش سميكة. هننزلهم في القشطة. لو عندك معلقة سمنة بلدي اعملي بيها. بس انا مش كان عندي، فقلت برضو القشطة هيكون طعمها حلو. هنديهم رشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح، وهنقلبهم على الناحية التانية، وبرضه هنديها رشة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح على الناحية التانية. هي الطاسة معايا سخنة، وأول ما نزلتها يعني أخدت صدمة معايا على طول. هنقلبها زي ما انتم شايفينها كده. بصوا كان طعمها خطير، وكانت مخليه أصلا يعني مع المحشي كده حاجة ما شاء الله. انا كنت جايبه اللحمه فما عملتهاش كلها، اخدت منها الكذا قطعه دول وقطعتهم بالشكل ده، وباقي اللحمه سلقناها عادي في الشرب. بصوا عملت زي صوص بني كده. نزلت عليها بنص كوبايه ميه مغليه، يعني نص كوبايه، وهديت عليها النار وسبتها في الميه دي خالص لحد ما شربتها كده معايا.
بعد كده كانت الصلصة اتسبكت وطفيت عليها النار، نزلت بالرز غسلته ونصفيه من المية كويس ونزلت بيه وهقلبه. وبعد كده هننزل عليه الخضار هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا تاني. نزود توابل، نحط كل كمية التوابل اللي هنضيفها يعني على المحشي بعد ما ننزل الخضار. بصوا كمية خضار ما شاء الله، يعني البصل هو خضار والمحشي خضار وبصل، كتري بصل وخضار تحسي بطعم المحشي. فهنا هناخد معلقة صغيرة كده من الفلفل الأسمر وواحدة من الكزبرة، وكمان معلقة يعني نص معلقة مش مليانة قوي، معلقة مش مليانة من الكمون، وربع معلقة صغيرة خالص من الحبهان المطحون، وكمان معلقة من البابريكا، وهاخد كمان نص معلقة من السبع بهارات، ورشة صغيرة كمان من الملح. هنقلب كل الخلطة بتاعتنا ديت. بصوا ما شاء الله عليها، كانت ريحتها ولونها تحفة، يعني مع ان كمية الخضار كتير بس كانت لونها حلو وحمرة، وكانت الصلصة كتير معايا زي ما انتوا شفتوها كده. بصوا بعد ما قلبتها وقلبتها في الطبق، وهنحط في الحلة هنا شرايح بصل وطماطم وفلفل، ونزلنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا رصيت اللحمة عليها بعد ما شربت نص كوباية المية اللي حطيتها. هنقعد نحشي شوية المحشي بتوعنا دول طبعا واحنا قاعدين، مش هنقدر نحشي واحنا واقفين. هنلف شوية، انا بلف الاخضر تحت، يعني بحط الدور الاخضر ده، الورق الاخضر ده دور تحت، يعني بحيث ان هو بيحمي المحشي لو يعني لسع من تحت او اي حاجة لا قدر الله يعني. وفي نفس الوقت بيبقى طعمه مسكر جدا بيتاكل، يعني انا بحب اكله صراحة، بيبقى طعمه مسكر، تحس ليه طعم تاني غير الورق الابيض كده. فزي ما انتوا شايفين كده هنرصها كأننا بنرصها في الطاجن. انا كنت عايزة اعمله في الطاجن، بس لقيت ان الطاجن كنت جربت قبل كده ان انا اسوي في الطاجن على الكانون، بس شدة الحرارة بتاعة الكانون خلت الطاجن يتشرخ، يعني كانت شرخ كده وبوظ. فصراحة خفت ابوظ الطاجن ده كمان، فقلت لا هنعمله في الحلة وهنسويها برضو على الكانون مع بعض ان شاء الله. شوفوا الكانون بعد التجديدات اللي عملناها، جددنا الكانون بتاعنا بقاله اكتر من سنتين تقريبا عاملينه، وعملنا شوية تجديدات كده ظبطناه، عملنا له يعني ايه ترميم كده. بصوا انا بلفها الحرف، بلف المحشي على الحرف كده بالطول، واخدتها رصة بالطول ورصة مدورة زي ما انتوا شايفينها كده. اخدت رصة كده ورصة لفتها مدورة. دي حبة المحشي بعد ما لفيناهم، طبعا مش هنسيب الحلة، هي الحلة صغيرة يعني وحبة المحشي صغيرين، بس هي في الكاميرا محسساكم ان انا حاشية في طشت يعني. فبصوا كملتها ورق الخس زي ما انتوا شايفينها كده، بنحشيه مثلثات، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. بحشيه مثلثات زي كده، وحشيت الاتنين على بعض عادي يعني. كملت الحلة زي ما انتوا شايفينها كده، اخدت الخس واخدت حبة الكرنب. الحلة دي بتبقى حلوة في المحشي، وكمان في محشي البتنجان، الحلة اللي هي محرف عالي دي. بصوا الكانون كنت عملت له بقى اعادة تدوير، ومكان السياخ اللي كانت عليه حطيت له الشبكة دي، وبستخدم برضو السياخ لما بحتاجها بستخدمها برضو. ولعنا على الحلة، وكنا جايبين الحطب ده اللي هو بتاع القطن، الحطب بتاع القطن من الارض من عند ابويا، يا رب يديله الصحة ويطول في عمره. قلنا له احنا هنروح نجيب، قال لا انا هقطعه وانتوا هاتوا، فهو جاب ناس يعني من اللي بيشتغلوا قطعوه، وبعت عربية بحصان كبيرة كده، جابولي عربية كبيرة، طلعتها على السطح عندي بشوي منها السمك وبعمل منها المحشي زي ما انتوا شايفين، بيقبلوا ريحة تانية لما بولع غير اي حاجة تانية. بصوا الحلة انا بزيدها، المقطع ده ما تصورش تقريبا او اتشال من الفيديو. انا جبت الشوربة، اخدت الشوربة معايا فوق، اخدت الشوربة حطيت فيها شوية فلفل اسمر وحوالي 3 معالق كبار كده من القشطة، يعني انا بحطها على الوش بتسيح كده على الوش، فقلت لا احطها في الشوربه بحيث ان المحشي يشرب كله منها. فاخدت شويه معلقتين 3 كده واربعة من القشطه زي ما انتم شايفين، ودوبتهم في الشوربه، وبعد كده زدت منها المحشي بتاعنا. كانت الريحه بصوا خطيره، وهو بيغلي زي ما انتم شايفين بدات اهدي النار واحده واحده. وكان عندي اللي هي الكوالح دي زي ما انتم شايفينها اللي هي بتاعه الذره،
بدأت احط كل شوية احط 2 3 كده، علشان ايه تفضل النار هادية، وكمان الكوالح دي بتفضل مولعة تحت منه شوية علشان يتردد عليها. فبجيت اعمل شوية، وكان جنب مني يا عيني زي ما انتوا شايفين كده الحمام غلبان جعان، فكنت بفرط له الذرة وبرميله. بصوا كان ميت من الجوع، بصوا بالشكل على الاكل ازاي. فقعدت افرط شويه من الذره الصفرا ديت، كنا شاريينه للحمام يعني، بس مش متفرطه. بفرطها، والكلاحه بصوا اللي هي مرصوص عليها الذره دي كده، دي بنولع بيها، اللي انا بحطها تحت الحله بتاعه المحشي. فقلت لا حرام، عايزين بقى ان شاء الله كده ربنا يجوينا ونعمل روتين على السطح زي ما انتم شايفينه، عايز كنسه محترمه كده ان شاء الله هنطلع ننضفه. بس ما نظبط الدنيا كده. بصوا الحمام يعني فضلت ارميله افرط وارميله ذره لحد ما شبع ومشي لوحده. بصوا بدأت اهدي عليها النار خالص، حطيت الكام كلاحة دول علشان يعملوا، قفلت عليها يفضلوا يعني مطلعين حرارة تحت الحلة كده يتردد عليها المحشي. وقفلت بالصاجة ديت، وكمان كفيت صاجة على الحلة من فوق علشان يسيبوا الولعة تحت منها، وغطيت الحلة بالقماشة دي نضيفة كده. وسبناه زي ما انتم شايفين كده لحد ما استوى مع نفسه وتردد، اللهم صل على سيدنا محمد. كان استوى. بعد كده نزلت، كان باقي شوية ورق خس صغيرين، حشيتهم في حلة صغيرة وعندهم في التلاجة لتاني يوم، مش سويتهم. ودي اللي الجبنة اهي بعد ما اتصفت، انا كنت قلبت الحصيرة عليها وسبتها تتصفى، وكنت حطيت في قلبها شوية ملح صغيرين. هنبدأ نلمها كده ونعلقها ونسيبها لآخر النهار لحد ما تتصفى خالص. هو اللبن البقري بيكون طري شوية، وبتكون جبنته كمان طرية، مش بتكون متماسكة زي اللي هو الجمسي، ودول طبعا شوية صغيرين مش كمية يعني. فبصوا انا عملتهم، وكان نفسي صراحة اعمل في شوية جراس من يما ان هم ما عملوش نص كيلو جبنة، ما طلعوش حوالي نص كيلو جبنة. وكمان الولاد عندي مش اكيلة يعني في الجبنة الفلاحي دي، ما بحبوهاش. فكنت نفسي اعمل فيهم شوية جرس، بس هنعوضها ان شاء الله. بصوا المحشي بعد ما استوى، انا كنت نازلة بالحلة قلبها كده يعني، كنت حاطة الغطا على راسي قلبها كده لفوق، وهنقلبها على الصينية زي ما انتم شايفينها. مش ملكوش دعوة بمنظر الحلة يعني، ما تركزوش معايا. بصوا غسلناها وخليناها بتبرك كده. بصوا نزلناه، والمحشي اللحمة في الحلة مش لازقة يعني، هنطلعها هي. هو اللي مسك في الحلة السطر بتاع الطماطم والفلفل بتاعه، انما اللحمة زي ما هي بصوا ما شاء الله عليها مستوية ودايبة وطعمها تحفة. وكان شوية محشي، بصوا سهور بتقولكوا حطوا لايك علشان شوية المحشي دول كانت ريحتهم جايبة اخر الشارع على الكانون بالقشطة كده، مش هقول لكم بقى على طعمهم. بصوا زي ما انتم شايفينهم هزيناهم كده على الصينية. بصوا اللحمة دايبة، مع انها يعني ما خدتش غير التشويحة صغيرة، مش سبتها على النار لما استوت. وغرفنا الشوربة وشوية المحشي وكده، فضل ونعمة مية مية، اكلنا وشبعنا وحمدنا ربنا. والمغرب بعد المغرب زي ما انتم شايفين جبت الجبنة كده، هنقطعها ونشوفها عملت معانا ايه يعني، عشان تعرفوا ان انا كان عندي حاجة لما قلت نعمل شوية جرس طرية للفطار كده، كان باللبن بقشطته بحاله كده، كان ما شاء الله هيبقوا تحفة. بصوا هنقطعها يعني، مش هنعملها كبيرة ولا صغيرة، اصلها يعني لينا للاكل مش هنبيعها ولا حاجة. هي عملت شوية دول كانت طرية زبدة سايحة كده، كنت بشيلها بالعافية، احطها في الطبق بشيلها بالعافية. هنرصهم في الطبق دول وهنحطهم، مش هرش عليها ملح تاني عشان انا حطيت ملح في قلبها. بصوا ناعمة زي الزبدة، بس ما رميتش كمية يعني، عملوا دول حوالي نص كيلو، يعملوا حوالي نص كيلو جبن.